السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض البطاطس الكريسبات أو البطاطس المقرمشة بطريقة جميلة جدا ما بتفكش في الزيت، وقرمشتها فظيعة، مقرمشة من بره وطرية من جوه. هجيب معايا البطاطس وهقطعها هقطعها قطع صغيرة عشان تتسلق بسرعة معايا. أخدت معايا ربع ساعة سلق، وهنا كانت اتسلقت. طبعا اختبرتها بالمعلقة لقيتها اتسلقت. طبعا صفيتها وبهرسها، وبعد ما اهرسها هسيبها تستريح شويه تبرد عشان اعرف اعجنها، ما تبقاش سخنه على ايدي، وفي نفس الوقت لا تبقى سخنه قوي ولا تبقى بارده قوي، يعني برضك لازم تبقى دافيه. التوابل بتاعتي ملح، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، شطه، فلفل اسود، وكوبايه الا ربع نشا. هنزل بالبطاطس بتاعتي، هنزل عليها بالتوابل، هعجنهم مع بعض شويه وبعد كده هنزل عليهم بالنشا. اعملوا سبسكرايب يا جماعه للقناه عندي عشان واقعه خالص، وياريت تعملوا لايك وشير على جروبات، وصلوا على النبي يا جماعه النهارده الجمعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الحبيب. نزلت بالنشا، هعجنهم مع بعض لحد ما يبقوا عجينه، يعني متخلطين في بعض كويس. اهم حاجه نتاكد واحنا بنعجن ان مفيش حاجه مكلكعه عشان بتفك في الزيت، لو كلكعت تبقى زي العجينه. هنزل فيها في اكياس وهبدا ابططها بايدي. حسيت ان الكيس ده فيه حبه قليلين، رحت حطيت بقيه الكميه. هبططها بايدي الاول وبعد كده هستخدم العجانه عشان نتاكد ان هي علوها متساوي، عشان لما اجي اقطعها ما تبقاش واحده واحده. هقعد افرد فيها. لو ما عملتوش لايك يا جماعه اعملوا، افرد فيها من ناحيتين. بجد طعمها كان جميل جدا، احلى كمان بكتير من بطاطس ماك. فظيعه حرفيا، انا ادمنتها اول مره عملتها، بقيتش باكل غيرها. هنا اهو كنت بططتها كويس. هاخدها واحطها في الفريزر لمدة نص ساعة. هنا بعد ما طلعتها، سوري بقى الاضاءة وحشة عشان الموبايل كان هيفصل شحن، قطعتها صوابع. حاولت على قد ما اقدر ان اخليهم متساويين في الحجم. هنزل في زيت سخن بيهم، هما بياخدوش وقت خالص في السوا، هو يا دوبك دقيقتين هتكون اتحمرت على الوش ده ودقيقتين على الوش التاني. بس اهم حاجة يبقى الزيت سخن، وتطلع على مصفى مش على مناديل عشان يعني تحافظي على القرمشة اكتر. توابلها بجد خرافة، وهي اساسا كان طعمها خرافة. هنا كنت طلعتها، بجد قرمشتها فظيعة، كان نفسي اسمعكم صوت قرمشتها، وهقدمها لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.